صافي راه امتثل القرار ديال السلطات وراه ريب داك الباش وحيد داك الفران من تما. الناس اللي كيسولوا على داك السيد صافي راه امتثل قرار السلطات. اذا كتشوفوا حي بن دباب في حله جديده مع حمله تحرير الملك العمومي. فين اخويا صفر البلاصه هذه بن دباب. دابا راه حنا وصلنا قربنا لعين هارون. جميع المقاهي نقدروا نقولوا تقريبا اغلبيه المقاهي قاموا بازاله لي تيراس ديالهم وقوفا عند رغبه السلطات بتحرير الملك العمومي في كل احياء وازقات وشوارع المدينه. مازال كاينه الخدمه هنا ولكن الاغلبيه راهم قاموا بازاله لي باش في انتظار ان الناس اللي مازال ما داروش يعني العمليه ديال تحرير الملك العمومي يقوموا بها قبل ان تصل الجرافات من اجل هدم باقي المقاهي وال يعني المحلات المحتله للملك العمومي. فاذا الناس اللي يشوفوها ها واحد غادي بالباش صافي الناس ولاو كيحيدوا لي باش عرفوا بان الحمله لان دابا السونتر فيل وتم الهدم فيه كلشي غادي بلي باش ديالو بالماتيريال ديالو. اجي صور عين السمن واخا خويا نجيو لعين السمن نجي نشاهدوا هذاك الباش. شي واحد راه حيد الباش ديالو وغادي يبيع ب 207 شي مقشاد هادو. يعني راه ما بقاش اللعب. يعني السلطات دايره حمله ديال يعني ديال ازاله وتحرير الملك العمومي في كل الاحياء ديال المدينه. هذا راه غادي بهذا الباش هذا. والمخبز خويا صافي راه امتثل القرار ديال السلطات وراه حيد داك الفران وحيد حتى الباش. صافي راه امتثل القرار السلطات لان راه سحبوا له الترخيص. لان دابا هذاك المخبزه باش نشرح لكم شنو نرجع لكم للمخبزه القضيه المخبزه لان قضيه مشوقه قبيله كما كتقولوا. زولوا له البيشان زولوا له البيشان وحيد الفران. الفران حيدوا راسو والباش حيدوا راسو صافي تطبيقا لقرار السلطات. لان هو صاحبي هو دابا كانت الاول عنده رخصه ديال المخبزه الاولى مشى خدا الرخصه ديال الباش بالرخصه ديال المخبزه. منين شافوه الجماعه شافوه داير الفران على برا مشاو سحبوا له داك الرخصه. هادشي اللي الفيرسيون ديال الوثيقه ديال سحب الرخصه ديال المخبزه لانه دار الفران. ومنين سحبوا له الرخصه ديال المخبزه من بعد منها سحبوا له الرخصه ديال الباش وبقى غير قانوني. فاذا جا القرار ديال التنفيذ. السلطات كانت دايره حمله ديال التحريم العمومي كتصادف مع داك الشيء. جا المسؤول ديال الجماعه جاب لهم داك القرارات ديال التنفيذ واستجب في التالي راهم حيدوه ودخلوا داك الفران داخل المحل ديالهم والباش حيدوه. غير الناس اللي كانوا مشوقين يعرفوا القصه انا كملتها لكم يعني باش تعرفوا. صور داك الحفره في شارع الوفاء غنصورها اخويا. داك الحفره في شارع الوفاء عيطوا لي عليها بزاف. غندير لها شي وقيته اخويا. لا غندير لها في هاد السيمانه غندير لها شي وقيته ان شاء الله. احياء بزاف والمواضيع بزاف اخي العزيز. راك شايف ما كنجلسوش نهار كامل حنا. حفره في الحي الوفاء واحد الحفره تما دايره مشكل للساكنه. واحد الخربه تما دايره مشكل للساكنه وكلشي كيعيط لي عليها وغنمشي نصورها ان شاء الله. اذا هنا حي بن دباب الشعبي كما كتشوفوا. سي مصطفى البرنوسي السد ملاين مشى ديال السد ملاين السي مصطفى. اذا كنتواجدوا معكم في بن دباب هذه الاجواء هنا بحي بن دباب. الناس هنا كاين اللي امتثل للقرار ديال السلطات كاين اللي مازال ما قام بالهدم. فاذا انا كنقول لكم الله يجازيكم بخير. الناس اللي مازال ما امتثلوش للقرار ديال السلطات غير حيدوا لي باج ديالكم غيجيو غيهدموا لكم. فمن الاحسن ما تضيعش في الباج ديالك سواء هنا في بن دباب ولا في عين هارون ولا في زواغه ولا في سيدي هادي. جميع الاحياء سوف تشملها حمله تحرير الملك العمومي. هنا كاين اللي استجاب وحيد راسو وكاين اللي مازال ما هدمش. راكم شفتوا كلشي بعينيكم. فاذا حنا مرآة للواقع. طلقنا اللايف وغاديين في الشارع العام كنقربكم من كل كبيره وصغيره.